السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. نتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بالناس الجداد اللي انضموا اول مره للقناه، ونتمنى يعجبكم المحتوى ان شاء الله. ومرحبا بالناس اللي كانوا معايا من البدايه. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله نتمنى يعجبكم. غادي نتشارك معكم واحد السلطه هكايا للضياف او لمناسباتكم هكا، سواء البنات اللي تيخدموا لي كوموند او لا لداركم هكا. وكذلك البسطيله هنايا عندي ديال الحوت. الرقم ديال البسطيله عندي 40. والسلطه هنايا المهم ما شاء الله راه كبيره. غادي نديروها بالخضره لي بات هكايا الروز، يعني شلاضه بسيطه. في نفس الوقت شي حاجه راقيه قد ما تاني كتزيدوا فيها شي حوايج كتزيد القيمه ديالها، وكتزيد كتزيد تجي راقيه الصراحه في المنظر. المهم هنا على بركه الله غادي نبدا معكم. هنا لي شو هو الاول غادي نشاركو معكم. هنا حتى سلقت الخضره، جبت واحد الكويره هكايا متوسطه ديال لي شو، قطعتها، حيدت لي غسلتها مزيان، قطعتها على جوج، حيدت لها داك القلب ديالها تيكون بيض لداخل. كتقطعوها طولي الشكل اللي بغيتو نتوما، المهم رقيق مميان هكا. درت معاها شويه ديال الزبيب، غاسلاه مزيان، جوج معالق ديال سنيده، واحد شويه ديال الملحه. والاضافه اللي زدت هنايا درت الجبن البنات جواعر، يعني ديجا جربتها بالمايونيز. جابين الملوحه وديك واحد المذاق ديال المايونيز، عارفين تيكون فيه واحد النسبه ديال الخل، ولكن بالجبن جا خطير، جا بنين. مازال غادي نضيفوا عليه تفاح وواحد الحبه ديال الكاكي فاش غنقربوا نقدموه، ولكن هاد المرحله كنديروها قبل باش يلاه يتشرب ويترخف شويه. صافي انا غادي نحركو مزيان هكا حتى كينسجم مع هذاك الجبن كما قلت لكم. الكميه ديال الجبن كتبقى لكم على حسب الكميه ديال لي شو اللي عندكم. انا احتاجيت واحد 3 المعالق تقريبا. صافي هنا درت 2 معالق ديال عصير الحامض. صافي غادي نحركو مزيان كما قلت لكم، وغادي نخليوه جنب، يعني غادي نخليوه قد ما ترخف يجي مزيان. سبقوه هكايا قبل ما توجدوا ما تقدموا السلطه ديالكم باش يجي شارب وهذا مطلوق شويه، ما يجيش ديك قاصح في العضه. صافي هنا غادي نخليه على جنب كما قلت لكم. هنايا سلقت بطاطا، واحد 3 بطاطا كبار هكايا حتى ل4. وعندي واحد شويه ديال هذا البروكولي فورته. وبالنسبه للخيزو واللوبيا والجلبانه هادو فورتهم حتى هما، وبردتهم بما بارد باش يبقى في اللون ديالهم. هنا عندي بيض السمان تا هو سلقته، درت ليه الماء بارد تا هو باش يبرد. عندي هنا الذره، وعندي الطون، وعندي هاد لا دند فيمي هكا. هادو غير بغيت نزوق بهم، يعني ما كيعجبونيش بزاف، ولكن دخلتهم باش نزوق بهم. قرعه هنا ديال المايونيز، مازال غادي نحضر معكم المايونيز ديال الدار، وغادي نزيدو على الاخر باش يعطيني واحد الكميه. صافي عندي الباربه حتى هي مسلوقه، قطعتها هكايا مربعات. هنايا درت الروز يتسلق، يعني درت واحد نص كيلو ديال الروز وشويه ديال الملح، المهم القياس ديالو فاش يطيب لينا الروز. صافي هنايا خليت الروز كيطيب، وجيت نمونطي البسطيله ديالي، وجدت ليها كلشي، يعني العماره ديالها، وجدت ليها الحوت ديالها، المهم كلشي المسائل ديالها وجدتهم. هنايا احتاجت معايا كيلو ونص من كل حاجه ديال الحوت، كيلو ونص كروفيت، كيلو ونص هذه حيت 40. هذه الميرنا خديت منها 2 كيلو، 2 كيلو. والكالامار هذيك السيبيا اللي لقيت درت منها كيلو ونص، والكروفيت هو كيلو ونص. صافي والشعريه احتاجيت بواطه ديك الكبيره اللي كيكونوا قلت فيها 8 المربعات، ما درتهمش كاملين، يعني شي 6 المربعات تقريبا اللي درت. صافي هادشي اللي كاين. الورقه خلاص درت انا ديال البخار. صافي تندير واحد الطبقه هكا ديال الشعريه مع الشامبينيون مخلطين ومنسمين بالشرموله، وكنبدا نحط الحوت ديالي كامل هكا. كتحاولوا توزعوا هكا متساوي. صافي كتحكوا فوق منه الفرomاج، كتزيدوا مازال شويه لاصوص من ديك الشرموله اللي كتبقى لكم باش يجي الحوت كله منسم. تتحكوا عليه في الفرماج كما قلت لكم. كتحاولوا تسدوا واحد القياس ديال الشعريه غير من الفوق هكايا، وصافي كطويو الورقه ديالكم. ديك الشعريه بحال كتحمي داك الحوت ما ينشفش بزاف، تيبقى هكاك طري. صافي هنايا راه كنرش حتى من ديك الشرموله هكا. صافي كما قلت لكم غادي نغطي بداك شويه الشعريه اللي بقات ليا غير من الفوق هكايا.
وغادي نجمع الورقه ديالي هكا الوسط. غادي نشارك معكم غير التنيات ديال البسطيله. البنات بزاف طلبوني ديك الطريقه باش كنتنيوها هكا باش تجي ديك بحال المروحه هكايا، واخا هي الصراحه كتشد الوقت بزاف وانا ما عنديش الوقت، راه غير زربت عليها. المهم غادي نشارك معكم شي حاجه هكا وصافي. هنايا ملي كنجرو الجناب كاملين للوسط غادي نبدا نغطي بالطبقات ديال هذوك الورقات هكا من الفوق، وغادي نقلبها. يعني ماشي على هذا الوجه فاش غادي نفيني، وغادي نقلبها حتى نمونطيها حتى نلمطها مزيان. عاد غادي نحطها فوق لاطا تكون بلا باش نتحكم معاها في فاش غادي نقادها، يعني باش نفيني لها الوجه ديالها. كما كتلاحظوا راني قلبتها في الصينيه هكا اللي كتكون بلا باش منين ندخل الفران ما يخسرش لي هذاك الزواق اللي غنديرو. صافي هنايا خديت الورقه اللي بقات ليا. كما قلت لكم البنات هاد الطريقه راه كتشاد الوقت شويه. المهم انا راه زربت عليها وصافي. كتاخذوا نص الورقه كتقسموها على جوج اولا على 4 اللي جاتكم مزيانه. انا درت غير على جوج، وكتبقاو طويو هكايا دوك بحال البلينتات هكايا وصافي. المهم كتبقاو تجروا الورقه كتنيو كتطلقوا تاني وتطويو هكا، ولكن كتعاونوا بالبيض. البيض هو اللي كيلصق لكم باش يثبتوا دوك الوريقات. مره كندهن وكنعاود نلصق. صافي الحاشيه تاني اللي غنبدا منها غادي ندهنها تاني بالبيض، وغنجيب تاني النص الاخر تنثبتو هكا في الاول، وكنبقى تاني نكرش هذيك الورقه. يعني كنجر هذيك الورقه كتبقى تنا. الا بانت لكم هابطه شويه راه كنطلعوها شويه الفوق. كما قلت لكم راه ما عطيتهاش حقها نيت في الطويه، حيت ما شاء الله راه كتشد الوقت بزاف. غير حاولت هكايا نعطيها داك الشكل باش يبقى ليا داك الوسط هكا بحال مقعر بحال خاوي. صافي راه المهم الفيديو راه شارح نفسه كما كتلاحظوا. كما قلت لكم الا جاتكم هابطه راه كتطلعوها شويه، وضروري كتعاونوا بالبيض. البيض راه دايره معاه الصوجه وشويه ديال الخل، شويه ديال حتى من العطريه الا بغيتو ديال ديك الشرموله ديال البسطيله. كتلصقوها هكا مزيان، كتحاولوا تثبتوا دوك الحاشيه هكا لتحت. انا دابا كنحاول ندهن غير دوك اللي كيكونوا هكا مهزوزين، ولكن راه ملي كطيب صافي كلشي كيلصق. وصافو في الاخير غادي ندير واحد الرشيشه ديال الزيت هكا كتكون فيها التحميره وشويه ديال الحار، وكنكونوا مصفينها باش تجينا الورقه محمره. صافي كندهنها كامل وكنتقبوها هكا شويه في الوسط باش تنفس هكا باش ما تنفخش لينا البسطيله ملي كطيب. صافي خلاص راه غادي ندخلوا للفران طيب على خاطرها. هنا جيت البنات غادي نصايب معكم المايونيز. هنا درت 2 بيضات، شويه الملحه، شويه الابزار، وغندير واحد الكاس ديال الزيت. هادشي غنطربو كامل بالطحانه هكا. المايونيز هنايا بغيتو يكون شويه مطلوق حيت ديال القرعه كيكون عاقد كما كتلاحظوا. يعني راه غيجي شويه خفيف، ولكن غنخلطو مع الاخر غيجي مزيان. يعني غيجي هو هذاك باش يكفاني في ديك الشلاضه كامل. صافي كنبدا نطحن هكايا حتى كيعقد وتيبيض. عاده كنزيد فيه واحد شويه ديال لاموطارد، واحد المعلقه صغيره باش تجي ديك الحموضه هكايا ديال لاموطارد. وغنزيدو مازال شويه ديال عصير الحامض، وغنطرب كامل داكشي كما قلت لكم حتى كينسجم وكيعقد شويه. عاده غادي نخلطو مع المايونيز الاخر. صافي هنا غندير واحد شويه ديال عصير الحامض كما كتلاحظوا. يعني صافي كلشي داكشي منسجم، وكيبان لكم بحال الا باقي خفيف، ولكن غادي يجي مزيان مع الاخر. ممكن ديروا هنايا الا غتخلطوا مع القرعه تديروا غير دانون مسوس، ولكن كتحتاجوه كتير. وهنا هكا تيجي حسن، تيجي هكا هذا بنين، تجي فيه واحد البنه زوينه. صافي غادي نخويه هكايا في شي اناء هكايا. هاد الزلافه غادي نخوي هذا الاول كما كتلاحظوا، يعني راه خفيف. هذه ممكن تستعملوها كصلصه، يعني ترافقوا بها شي حاجه هكايا. ممكن تزيدوه فيها المعدنوس، هذا المهم الثومه غبره اللي بغيتو. صافي غادي نخوي هاد القرعه معاه وغادي نسجمهم بجوج.
يعني غادي نعاود نطحنو هكا باش يجي كله منسجم. غادي تلاحظوا غيجي واحد الخليط زوين يعني وعاقد وكريمي كما كتلاحظوا، يعني كيجي واحد المايونيز زوين. صافي غادي نكون مصفيه الروز وخليته يبرد، وغندهنوا واحد شويه ديال الزيت باش يبقاو دوك الحبات ديالو مفرقين هكا مفرزين. صافي هنايا راه كنخلط وكندوق الملحه ديال المايونيز واش هي هذيك اللي بزار. صافي ولا ديك الحموضه ديال الا خاص الحاموضه ولا خاص الخل. صافي هنا كما قلت لكم الروز بعد ما برد كندير واحد شويه ديال الزيت باش غير يتفرزوا دوك الحبيبات. اصلا كيكون مفرق هنا، لحت عليه الجلبانه مسلوقه مفوره، انا فورتها وبردتها بالماء بارد. صافي والنص ديال العلبه ديال الذره والنص ديال العلبه ديال داك الطون اللي خديت، حيت خديت الكبير اكثر من النص، احتاجيت واقيلا اكثر من النص حيت خليت شويه اللي غندير مع لي بات. صافي انا غندير المايونيز وغنخلطو كامل، وغادي نعمر لي المول ديالي اللي غندير فيه الروز الوسط. والبنات راه وقع لي هنايا واحد فاش كنت كندريسي الشلاضه في التبصيل، عند بالي حاطه التليفون وكيصوروا كلشي وانا راه موقفه الفيديو، ما انتبهتش ليه حتى ساليت. وحق الله القسم بقى فيا الحال بقيت كنقلب هذاك تنقول راه صورت لقيت راسي كنت موقفه التليفون حتى ساليت داك الدريساج. المهم غادي نشارك معكم غير هذا الشيء فين وصلت، والباقي راه الصراحه راه تنشاركوا معكم تاني في شي طبق هكا ولا شي كومونت تاني هكا ان شاء الله بالتفاصيل. صافي هنايا عمرت هذا المول، درت هذا الطويل ديال الكرانيت هكا تعمروه مزيان تقريبا نص كيلو كامل. كيهزوا هاد المول سواء هاد الطويل او لا داك الداير اللي كيكون مثقوب على حسب الطبق اللي عندكم. صافي غادي نحاول نهبط هاد الجناب كامل، الا باقي خاصني نزيد الروز راه كنزيد باش نعمرو كامل هكا، وكتحاولوا تهبطوه باش يجيكم كله شاد ديك الفورمه ديال المول. وغادي نفس الشيء غادي نديروا لي بات حتى هما غادي نديروا ليهم المايونيز اللي بقى عندنا. غندير ديك الباقي ديال الذره والباقي ديال الطون اللي بقى ليا، حيت لي بات قلال يعني غندير منهم هما غير تقريبا رابعه اللي درت اللي سلقت، يعني غندير غير شويه منهم. والمايونيز اللي حضرت معكم المهم وداك الباقي ديال الطون والباقي ديال المايس. صافي غادي نحرك كامل كتذوقوا، والا خاص الملحه هكا ولا لي بزار كتصحوا الذوق صافي وكتخليوها هكا حتى هي في جنب. ضروري ملي كتسلقوها كتبردوها حتى هي وكدهنوها بشويه الزيت. صافي هنا جيت كنصوتي الخضره. هنا البنات خيزو بوحدو واقيلا اللي صورت هنايا تما فاش مشى ليا المقطع كامل من هنا مشى. المهم صوتيت الخضره ديالي خيزو واللوبيا هما الجوج اللي صوتيت، والاخرين خلاص درت لهم غير ديك لا فينيغريت بالخل ولا زيت العود وشويه ديال الملحه والابزار. هذيك حركتهم مزيان، ضفت شويه على البطاطا شويه على داك البروكولي والباربه هذوك ثلاثه، والاخرين هادو صوتيتهم بشويه ديال زيت العود شويه ديال الثومه. صافي كندير واحد شويه ديال المعدنوس مقطع. صافي غير كنصوتيو هكا شويه باش ما تهرش لينا الخضره ولا شي حاجه. اصلا الخضره طيابها في القياس. صافي كنخليوها حتى تشرب ديك الثومه والزيت، كنديروا شويه الملح والابزار، وفي الاخر غنعصروا واحد شويه ديال الحامض غير على خيزو باش يحيد ديك يهرس ديك الحلاوه ديالو. اللوبيا خلاص راه ما كتحتاج. صافي هادشي اللي كاين. المهم وغادي ندريسيو الشلاضه ديالنا كما قلت لكم راه ما صورتش هذاك المقطع مشى ليا حتى حطيت الطبق هكا يعني حتى ساليت. كما كتلاحظوا لي بات ديالي درتهم من الوسط هنا، وداك اللي شو اللي الموف راه كاين في القناط بجوج، زدت عليهم حبه ديال الكاكي مقطعه طريفات وحبه ديال التفاح وطريفات ديال الكركاع، وخلطت العناصر كامله ودرتهم في القناط وزينت بالطريفات ديال الكركاع. صافي والخضره كلها راه كل حاجه حطيتها في بلاصه وتزيين خلاص راه زوقت داك الوسط بدوك لادان دفيمي هكا في الجناب بيض السمان، ودوك الوريدات شكلتهم بالخيزو يعني بديك المنجاره اللي كنت ديجا تشاركت معكم، والباقي ديال المايونيز هكا كنديرهم في دوك لي فيغين كنديرهم في الجناب.
هذا ما كان بالنسبه للشلاضه. هنا البسطيله بعد ما طابت خرجتها، درت لها شويه الفرماج الوسط وعاوتاني رجعتها شويه للفران. صافي حتى عيطت لي السيده بانها واجده، عاد بديت كندريسيها الزواق ديالها النهائي. صافي هنا درت الخص في الطبسيل. هنا الطبسيل جابت لي الكبير يعني ديال 45 والبسطيله راه ديال 40. داكشي علاش جات شويه هابطه، يعني كاين لي سباس في الجناب. صافي هنا درت دواور ديال الحامض نقطعهم هكا على جوج، وكنتبتو هكا دوك الكروفيتات اللي بقاو لينا تزيين والسوريز وغادي الزواق خلاص. والتزيين راه كيبقى لكم على حسب اللي عندكم وعلى حسب الثمن باش دوزتو لا كوموند ديالكم. وكما قلت لكم كتفنوا في داك التزيين، كيبقى لكم على حسب الرغبه. صافي هادشي اللي كاين. كدير واحد شويه ديال الخس ثاني الوسط، كتبتوا فيه دوك الفليفلات هكا تيكون حارين، الحار اللي تيكون صغيور مرقد عند موالين الزيتون، كديرهم كتزين الوسط اولا الهريسه اللي بغيتو، وكترشوا شويه ديال البافو في الجناب. كما قلت لكم التزيين راه كيبقى لكم بلا ما نكثر عليكم الهضره التزيين كيبقى لكم على حسب الرغبه. هذا ما كان. وبالنسبه للثمن ديالها راه كدوز ب 800 درهم هذه القياس ديال البسطيله ديال الحوت. وبالنسبه للسلطه راه كدوز من 400 حتى 450 درهم على حسب كما قلت لكم اشنو كتزيدوا فيها. راه كتزيد طلع على حسب اشنو زدتو، مازال زدتو حوت، زدتو لافوكا، زدتو الاناناس، يعني شي حوايج اللي كتزيدوا روايل هكا كتطلع القيمه ديالها راه كتوصل حتى 700 درهم 600 درهم على حسب. كما قلت لكم الخضره شحال واصله حتى هي راه زايده هاد الايام. وهذا ما كان. المهم الاخوات اللي كيخدموا لي كوموند كيشوفوا على حسب السلعه شحال دايره وكياخذوا داك خدمت يديهم خلاوها، يعني داك الفضل ديالك انت اللي تمحنتي على ديك الحاجه. والله يسخر الجميع. هذا هو ما كان. هذه هي البسطيله ديالنا والشلاضه ديالنا. نتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله، وما تنساوناش من دعواتكم الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.